السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع الوحي وفتر، فبدأت تستهزئ وقالت: ما أرى شيطانك إلا قد قلاك. يعني الذي ينزل عليك تسميه شيطان وهو جبريل عليه السلام. تقول: ما أراه إلا قد قلاك، هجرك. فأصاب النبي هم شديد، فأنزل الله جل وعلا: قسم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لن يهجرك ربك جل وعلا. ولما توفي آخر أبنائه الذكور قام العاص بن وائل يضحك بين الناس مرع حتى مشاعره، قال: بتر محمد بتر محمد، يعني ما عنده نسل، خلاص الذكور كلهم ماتوا، سينقطع اسمه بين الناس. الغبي ما درى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله اسمه مع اسمه في الشهادتين، قال: إن شانئك هو الأبتر، مبغضك هو المقطوع، هو الملعون، هو الذليل الحقير، أما أنت فسيرفع الله عز وجل ذكرك. ألم تروا إخوانكم الآن في طوكيو وفي استراليا وفي موسكو وفي بلاد شيوعية حمراء يرفعون اسم النبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. ليست المرة الأولى التي يسب فيها النبي، منذ بداية بعثته: تبا لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ وإلى اليوم لن ينقطع سب النبي، بل سيستمر سبه. من الذي سيكفيه؟ رب العزة. لكننا مختبرون، لكننا محاسبون. إن لم ننتصر لرسول الله الذي سيكفيه الله، إن لم ننتصر له صلى الله عليه وآله وسلم، فسنكون قد خذلناه. كل بحسبه بقدرته. اليوم لما ترون الشعوب تخرج أحيانا بلا قائد، لا نلومهم على بعض الأخطاء وإن كنا لا نقرها، لا نقر قتل أبرياء أو سفك دماء أو تخريب ممتلكات، لا يقرها شرع ولا أعلم عالما يقرها. لكننا نقول قبل هذا: أين دور قادات المسلمين؟ أين دور حكام المسلمين؟ للأسف بعض برلمانات الغرب وبعض قاداتهم له مواقف أصرح من بعض قادات المسلمين، الذين إلى اليوم بعضهم ما تكلم، إلى اليوم ما نطق، بعضهم ينتظر الإذن وبعضهم يخاف. الشعوب ما تكلمت إلا بعد أن سكت القادة، وإلا هذا ليس دور الشعوب. أولا دور القادة، ثم يقوم الشعب انتصارا لرسول الله. نحن اليوم نقول الحمد لله، أرادوا أن يطفئوا النور ولن يستطيعوا. كتب الله خيرا كبيرا بعد استهزائهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. ها هم اليوم الشعوب في أوروبا، رأيتموهم في بريطانيا. بالأمس نشرت الصور، مئات الآلاف من كتب تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وزعت في بريطانيا لوحدها خلال أيام معدودة، وفي أمريكا. بل عدد الذين دخلوا في الإسلام تزايد في الأيام الماضية عن الأيام التي سبقتها. أرادوا الشر فكتب الله عز وجل الخير. ومع هذا نحن مطالبون أكثر من هذا. صنعوا فيلم، يجب أن ننتج أفلاما تذب عن هذا الدين وتظهر روعة الإسلام. أين المتبرعون؟ أين المحسنون؟ أين الشعراء؟ أين الكتاب؟ أين المغردون؟ أين الخطباء؟ أين العلماء؟ أين السياسيون؟ أين الإعلاميون؟ الدولة إلى اليوم، الدول الإسلامية، حتى استدعاء لبعض السفراء ما صار. الناس ليش تغضب؟ تغضب لأن ما في موقف جدي أحيانا، على الأقل يعني خطابات استنكار قوية اللهجة ما وجدناها. نحن في رابطة الدعاء حملنا على عاتقنا ليس فقط هذه الندوة، بل بإذن الله عز وجل سنبدأ من هذه الليلة في بعض البرامج في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاون مع غيرنا من الجمعيات. واتفقنا بالأمس مع منظمة النصرة العالمية على إنتاج بعض الفيديوهات القصيرة بلغات متعددة بالتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم للأمم الأخرى. وبدأنا بالتنسيق، وسوف نكمل بإذن الله عز وجل خلال الأيام القادمة، وإن شاء الله التبرعات كلها سهلة.
ولا أظن ستوقفنا أي تبرعات مادية. سننتج بعض الأفلام وسنكتب بعض المقالات في بعض الجرائد الأوروبية والأمريكية التي تدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجهد الذي نستطيعه. سنضغط أيضا على بعض المؤسسات لتقوم معنا بواجب النصرة والضغط على بعض الحكومات. أنا لا أريد أن أطيل، أعرف أن المتكلمين كثر، لكن أبشركم أن رابطة الدعاء ليست فقط معنية بإقامة مؤتمر وينتهي الأمر، بل تشكيل لجنة وستتابع، وسأطلعكم على كل جديد بإذن الله عز وجل في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم والذب عن عرضه. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في جنات النعيم ويسقينا من حوضه شربة لا نعطش بعدها أبدا. وأسأل الله جل وعلا أن يأجر كل من ذب عن عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأشكركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.